هو زيزو في الزمالك زي ميسي في برشلونه كده. لا، هو مدحت العدل مش قصده ان زيزو نفس مستوى ميسي، هو قصده نفس الايه، القيمه في الزمالك، نفس قيمه ميسي في برشلونه، عشان بس الناس ما تفهمش غلط. انا اهلاوي على فكره، بس انا بوضح الامور اللي كانت امبارح داخله عند الناس كلها. بس على فكره بقى، ما فيش لاعب مشي من الزمالك وراح الاهلي وعمل انجاز، والتاريخ بيقول كده. واتحدى، انا كعاطف اقول لك تعالى، مؤمن زكريا ما جاي من الزمالك من الاهلي ما عملش انجاز، بس هو ما كانش عالي وحقق بطولات مع الاهلي. اركن. رضا عبد العال لما جه من الزمالك للاهلي ممكن ما يكونش نفس المستوى، ولكن كان مستوى عالي وحقق بطولات وكان عامل انجازات في الاهلي وكان اساسي في الاهلي. ده مش انجاز؟ كهربا لما جه من الزمالك للاهلي، كهربا في دوري ابطال افريقيا عام 2023 هو اللي جاب لنا دوري الابطال وخد هداف دوري الابطال وهدف مرمى الهلال السوداني، كان احسن هدف في دوري ابطال افريقيا عام 2023. ده مش انجاز؟ ياسر ابراهيم بقى من احسن مدافعين مصر، اي نعم مستواه مذبذب شويه، يطلع فوق وينزل تحت، بس لما بيلعب وبيركز بيكون احسن مدافعين مصر. ده مش انجاز؟ واخيرا امام عاشور، الله اكبر، في سنه ونص محقق 6 بطولات وجاب 22 هدف مع الاهلي، على عكس الزمالك لعب مع الزمالك 3 سنين ونص وجاب 15 هدف. ده مش انجاز وتحدي؟ ما هو كلام سهل. يجي دكتور مدحت العدل قال لك انا ممكن اتعاقد مع علي معلول بكره، ولكن احنا مش محتاجينه في المركز ده، احنا ما بنتعاقدش وخلاص. الله يرحمه كنا بنتعاقد على 30 40 صفقه في اي كلام في كلام، بس انت ما تقدرش مرتب علي معلول. وعلى فكره الزمالك لو اتعاقد مع علي معلول، انا كاهلاوي ضربه عندي جامده قوي، بس علي معلول مش هيروح، لان انت ما تقدرش على مرتبه وهو مش هيبيع جمهور الاهلي. لا بس عبد الله السعيد وناصر ماهر افضل من بن شرقي، او افضل من بن شرقي، مش انا اللي بقول كده، ده جمال العدل بقى اخو مدحت العدل بتوع العدل جروب، عارفينهم؟ هم اللي بيقولوا كده. هو بن شرقي كان ايه اصلا بعد ما مشي من الزمالك؟ ما سمعناش عنه. حصل، ما سمعناش عنه، بس بيجي في مصر هنا المستوى قليل فبيعرف يلعب كوره. بس ايه البواخر اللي اتعملت في فيديو بن شرقي ده، معدي من على الجزيره كده ونادي الزمالك ورايح للجزيره؟ على فكره بقى ده شغلنا احنا كعدل جروب، والحاجات دي بتاعتنا اصلا. طب انت تخليك في الافلام يابا والحاجات دي كلها والكاميرات والكلام من ده اللي انت بتعملوه في الافلام. ما تعملوا يا عم، هتعرف تشتري وتعمل اعمل، هتعرف تجيب صفقات مننا وتعمل اعمل. انت زعلان ليه؟ ايه يا عم جمال، في ايه؟ انت لسه داخل الزمالك بتقول يا هادي؟ ما تهدى على نفسك شويه يا عم، ده تقديم صفقات عادي على فكره. هي دي حلاوه الكوره بين الاهلي والزمالك. انتوا داخلين بقى في حاجات تانيه في دماغكم، حاجات بتاعتكم بقى انتوا.